عايز ادرس تمريض في امريكا ومش معايا فلوس، او عايز ادرس سباكة، او عايز ادرس اي حاجة تانية والدنيا صعبة ولسه جاي جديد ومش بعرف حتى انجليزي كويس ومش عارف اعمل ايه. الكوميونتي كوليدج يا معلم. الكوميونتي كوليدج ديت كنز كبير جدا موجود في الولايات المتحدة الامريكية، بتساعد حتى الطلبة اللي موجودة هنا في الولايات المتحدة الامريكية. ميزتها في ايه؟ التكاليف بتاعتها بتبقى منخفضة، بس مش بس كده، انت كمان لو الدخل بتاعك قليل بتقدر تقدم وتاخد دعم فيدرالي هناك. والدعم دوت بيوصل احيانا ان انت لما تاخد كورسات مثلا لغة انجليزية، ان انت بعد ما تخلص الكورس يبعتوا لك الفلوس الباقية من الدعم كمان. يعني تدرس ببلاش وتاخد فلوس فوق الموضوع. هم هيدلوك على الطريق، هم هيوصلوك توصل اللي انت عايز توصل له في الدراسة بتاعتك. الناس ديت بتبقى عارفة شغلها كويس، تقدر توديك للطريق اللي انت عايزه في الدراسة. تقدر تدرس هناك مثلا سنتين تمريض، او تدرس اي حاجة انت عايز تدرسها، وتقدر تكمل بعد كده بره لو انت عايز، ولكن بتحسب لك كريدت. الكريدت دوت بينفعك جدا لو انت خدت جامعة بعد كده، دوت بيتخصم لك من فلوس الجامعة بتاعتك ومن الكريدت ومن الكورسات اللي هتاخدها هناك، فالموضوع يبقى اسهل بكتير فيها. غير ان انت ممكن تشتغل بالشهادة بتاعتها عادي على حسب التخصص اللي هتبقى فيه. فما تضيعش الكنز الكبير دوت، وروح دلوقتي دور على الكوميونتي كوليدج القريبة منك، وشوف ايه الدراسة المناسبة ليك اللي انت عايز تدرسها هناك، وابدأ طريقك يا معلم، وكل التوفيق للجميع.